السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي القطايف اللي عملتها معاكم الفيديو اللي فات. ماشي، حشيتها. بصوا، ولا شققت ولا جرالها اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تحفة. حشيتها جوز الهند وزبيب وسوداني. انتوا احشوها الحشو اللي انتوا عايزينه. بصوا اتقفلت بسهولة وجميلة ازاي. هنعمل العسل وهنحمرها، بس انا هحمرها بعد الفطار على طول عشان انا بحب اكلها سخنة. بس احنا دلوقتي هنعمل الشربات بتاعها مع بعض. كوبايتين سكر عليهم كوباية وربع مية. الشربات القطايف لازم يكون تقيل شوية، فكوبايتين سكر عليهم كوباية وربع مية. ماشي حبايبي. بصوا حبايبي، حطيت كوبايتين سكر بنفس الكوبايه دي، اي كوبايه عندك. حطيت عليهم كوبايه وربع ميه، وحطيت عصره نص ليمونه وعلقت عليهم. السكر من نجاح السكر ما تقلبهوش، لو قلبتيه هيسكر منك، هو هيسيح منه فيه كده لمدة 10 دقايق وتدفي عليه. ماشي، تسيبيه يبرد وتحمري بقى القطايف، ولازم حاجة سخنة وحاجة باردة. يعني أنا هعمله دلوقتي وهسيبه يبرد، وبعدين هعمل القطايف أحمرها بعد الفطار وأروح منزلها على العسل. ماشي حبايبي، كده 10 دقايق وندفع عليه. بصوا حبايبي، انتوا ممكن تفرزوها كده زي ما أنا عاملاها في الأطباق، وتغطوها بكيس وتحطوها في الفريزر. قبل الفطار بساعتين 3 طلعوها تسيح وحمروها، ما بيجرالهاش اي حاجه، بتبقى تحفه. لان انا بصراحه القطايف بحبها سخنه. دايما بخلي الشربات عندي بارد، بعمله في حله كميه، وبروح محمره بقى 5 6 7 على حسب عددنا، وبروح حطاهم في العسل ساعه الفطار، بتبقى سخنه، بيبقى طعمها حلو. ماشي حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تحطوا مع الحشو معلقه قرفه، اللي بيحب القرفه بتبقى تحفه بالقرفه بصراحه. بس انا بقى ما حطيتش قرفه، قلت احسن يكون حد من ولادي ما بيحبش القرفه، فانا عملتها من غير قرفه. بصراحه انا عن نفسي بحب القرفه جدا. زي ما انتوا شايفين كده، هنحمرها بعد الفطار ان شاء الله باذن الله، وهوريها لكم وانا بحمرها. بصوا حبايبي، كده بقى له 10 دقايق، حلو قوي كده. بصوا تحفه اهو. هنطفي عليه وهنسيبه يبرد خالص، وان شاء الله بعد الفطار باذن الله نحمر القطايف مع بعض. احلى عسل، وبصوا ناجح 100%. اعمليه بنفس الطريقه وشوفي، وبألف هنا وشفا. والقطايف هوريها لكم هتبقى تحفه وخيال. بصوا حبايبي، احنا كده العسل طفينا عليه من بدري وبرد. حطيت له 2 فانيليا، ادي سمك اهو ما شاء الله. المعلقه اللي تحطيها في العسل ما تحطهاش في الزيت طبعا. هنا هنبتدي نحمر زيت نضيف اهو، زيت كريستال. لازم الزيت يبقى نضيف عشان ما يعملش ريحه في القطايف. قرآن شغال، فاضل 10 دقايق على المغرب، هتبقى سخنه ان شاء الله وهتبقى جميله. هنبتدي نحمر. انا بحب احط في حاجه صغيره كده، بحيث ان الزيت يبقى غزير، يعني يبقى واطي، ياخد القطايفايه وما يبقاش كتير. واعمل على مهلي، اطلع من الزيت على العسل على طول، ومن العسل احطه في المصفى يصفي، وبعدين اطلعه بقى الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونها، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه يا جماعه. بصوا 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 اللون، بصوا اللون، خيال خيال اهو. هنحط على العسل على طول اهو اهو، ولا فتحت ولا جرالها اي حاجه. ماشي، نوطي بس النار شويه اهو اهو. وهنا هنطلع بقى من العسل، نحط في المصفى اهو اهو. اهو، ما بتحتاجيش تقلبيها، لان بصوا مغموره في الزيت اهي، يعني دوبك بتطلعيها على طول اهو. خلصنا القطايف الكميه اللي احنا عايزينها. بسم الله ما شاء الله على لونها، تحفه 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 تحفه.
بصوا جميله جميله جميله، مش قادره اوصف لكم جميله قد ايه. بألف هنا وشفا حبايبي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.